مرحبا بكم في قناة وصفات بسمة. اليوم ان شاء الله نشوفوا هاد الخبيزات بالشعير، راه كيجيو بنانين بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم ونمشيو نشوفوا المقادير والطريقه. غادي نحتاجو في هاد الخبز عندنا 400 غرام ديال الدقيق ديال الشعير، 800 غرام ديال الدقيق فورس دقيق، وعندنا 8 المعالق ديال الزيت البلديه زيت الزيتون، عندنا تشيشه رقيقه تقراص يعني بلبوله رقيقه ديال التقراص، وعندنا معلقه عامره مزيان كبيره ديال خميره الخبز، وعندنا معلقه كبيره ديال الكمون حبوب، وعندنا معلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا الماء باش نخلطوا العجين، 3 الكيسان ديال الماء. غادي ناخذوا الدقيق، غادي نزيدوا عليه الدقيق ديال الشعير، غادي نزيدوا الكمون، الملحه، نديروا الخميره، وغادي نزيدوا زيت البلديه 8 المعالق كبار زيت الزيتون، غادي نديروا الماء 3 الكيسان كبار ديال الماء، 3 الكيسان كبار ديال الماء، بالنسبه للماء عندنا هنايا كاس كبير يعني كيهز 250 مليلتر يعني 250 غرام ديال الماء، هي 750 غرام يعني ايترو لا ربع. صافي دابا غنمشيو نديرو العجين تخلط مزيان، نقدروا نعجنوها حتى بيدينا ماشي مشكل بحال صافي العجين تعجنات مزيان، كندلكوها مزيان صافي كتجي بحال هاد الشكل هذا، كتكون كتلصق شويه في اليدين، ماشي كتكون قاصحه وما كتكونش مطلوقه بزاف، ولكن كتكون شويه كتلصق في اليدين. صافي غادي نغطيوها وغادي نخليوها تختمر واحد ربع ساعه ونرجعو نكملو العجين. صافي العجينه هنايا خمرات، غادي نقطعوها خبيزات صغارين، غادي نديرو 14 خبيزه صغيره، مكنعاودوش ندلكوها غير كنجمعوها هكا وكنقطعوها. صافي غادي ناخذهم كنبقاو نقلبوهم بحال هكا. صافي غادي نفزقو يدينا بالماء، غنبقاو ناخذو كل وحده وغنبقاو نجمعوها بحال هكا. صافي غادي ندوزوها في البلبولات الشعير اللي كتكون رقيقه بزاف، ماشي المتوسطه، رقيقه، بلبولات الشعير رقيقه. صافي ما كنقرصوهاش بزاف، كناخذو هوا
كناخدو طاوات الفران كندهنوها بالزيت وكنبداو نحطو هادو، ولكن ما كنقرصوهمش بزاف. صافي حتى كنكملوهم كاملين. صافي ملي ساليناهم بالتكراس قلنا غيخرجوا لنا 14 خبزه صغيره في هذا القياس هذا. بغينا نديروهم كبار كنقصوا، ما غاديش نديرو 14. صافي قبل ما يخمروا غناخدو شي موس ولا شي حاجه اللي تكون حاده وغادي نفلحوهم. نديرو لهم بحال هكا، كنفلحو مزيان حتى كيدخل مزيان هذا الموس، ماشي كنديرو غير من الفوق، كندخلو لهم هاد الفلحه مزيان. صافي بحال هكا غادي نغطيوهم وغادي نخليوهم حتى يخمروا، عاد غادي ندخلوهم الفران. عندنا الخبز ها هو خمر، تزاد الحجم ديالو. صافي كنكونوا سخنا الفران من قبل، غادي ندخلوه دابا الفران حتى يطيب ونتلاقاو من بعد. صافي هادو الخبيزات ديالنا طابو كيفاش كيجيو الشكل ديالهم، كيجيو محمرين. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، راه كيجيو زوينين بزاف، وهذا الشعير بالكمون كيجي بنين بزاف. ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله، والسلام عليكم.